بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. امبارح ابتدينا نتكلم على درجات من الشكر، وقلنا إن المفروض نشكر على الأمور اللي بنعتبرها من حقنا وهي مش من حقنا، دي منحة إلهية. النهاردة بنعمة ربنا عاوز أتكلم على نوع تاني أو درجة تانية من درجات الشكر. في قداسة البابا شنودة نفسه في أحد الكتب بتاعته عن حياة الشكر بيقول كده: هل حد فينا فكر يشكر ربنا على اللي ربنا منعه من شر ومن تجارب احنا مش قدها؟ المسيح وقف قدام بطرس وقال له: يا بطرس، الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، لكن أنا طلبت من أجلكم لئلا يفنى إيمانك. يعني ربنا عامل فلتر، ربنا عامل مصفى، والمصفى دي ربنا بيشيل فيها كل الحروب اللي فوق مستوانا الروحي وفوق قامتنا. حد شكر ربنا على ان كل يوم اولاده بترجع البيت سليمة؟ عايز اقول لكم، مرة اتقابلت مع احد قيادات الشرطة، احد الالوية العاملين في الشرطة، انا زرته مرة في مكتبه في مديرية الامن، فقال لي علشان انا ماسك ادارة النجدة على مستوى القاهرة بحالها، كل يوم ارجع البيت اول حاجة بعملها بسجد شاكر قدام صورة للمسيح ان ولادي ومراتي بخير وموجودين في البيت بسلام. لان انا الحقيقة من كتر اللي بسمعه بقيت اشكر ربنا على حماية وحفظ ربنا لينا. فياريت كل يوم تفكر ان في امور كتيرة جدا 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 ربنا حافظ عليك منها ومنع الشر ان يوصل ليك. هل يا ترى بنشكر ربنا على كده؟ ده في مستوى كمان اعلى شوية، ان في ناس روحيين بتشكر ربنا على الضيقة وتقول: الضيقة اللي ربنا سمح لي بيها كان فيها فوائد كتير قوي، اشكرك يا رب. الضيقة دي خلتني اتنقى من الكبرياء. انا كنت فاكر نفسي قوي قصاد فيروس كده زي فيروس كورونا، لما مريت بيه وخلاني احس قد ايه انا ضعيف، عرفت يعني ايه كلمة الواحد ينكسر ويتضع امامك يا رب. حتى الضيقة انا بشكر عليها، لان جوه الضيقة كان فيه درس كبير قوي. انا كنت بعتمد على اموالي، ولما سمحت لي بضيقة ان اموالي تروح، اعتمدت عليك يا رب وعمرك ما خذلتني. ففي ناس مش بتشكر على الخير ولا بتشكر على القليل، لا، دي كمان بتشكر على الضيقة. علمنا يا رب نشكرك. صباح الخير.